عايز اقول لكم حاجه بقى مهمه واحكي لكم قصه ايه اللي حصل. من شهر وشهر ونص كان في اتصالات قويه جدا بين عبد الله السعيد والنادي الاهلي. حصل موضوع رمي الفانيلا ده وحصل موضوع الشتيمه ده، وفي الاسماعيليه بيقولوا ان ده شيء مدبر، يعني شيء مرسوم. ثم عبد الله السعيد روح بيته وطلع للبلكونه للناس وقال ما فيش اي مشكله وانا مكمل وبتاع. فجاه سافر للقاهره، فجاه سافر القاهره. الناس بتقول هو سافر القاهره فين؟ طب هو مختفي، هو قافل موبايلاته، طب هو قاعد في الرحاب، طب هو قاعد فين بالظبط؟ عبد الله السعيد كان قاعد في عمارة قدام النادي أهلي مدينة نصر، العمارة اللي لازقة جنب يعني محل شهير للسندوتشات، العمارة اللي جنبه، وتحتيها معرض عربيات. معرض العربيات ده راجل معروف جدا، عنده معرض عربيات في الإسماعيلية ومعرض عربيات في مصر. والراجل ده مش عايز أقول اسمه، صديق للأستاذ محمد عبد الوهاب، وفي بيزنس ما بينهم، وفي بيجيب عربيات سياحه، او هو كمان على علاقه باحمد حسن، يعرف احمد حسن كويس. احمد حسن كان عنده شركه سياحه وكان بيجيب له عربيات سياحه. عبد الله سعيد قعد عند الراجل ده في شقته في العماره بناء على طلب الاستاذ او الحاج محمد عبد الوهاب، وقفل موبايلاته ومش متواجد، وكان بيقعد بالليل في المعرض، وكان بيجي له. وكان عنده عشان تكونوا عارفين عبد الله سعيد كان عنده عربيه بي ام 320 باعها من شهر، وجات له عربيه تانية عن طريق صاحب المعرض كانت مركونه عند الراجل بقى لها شهر، عربيه 500 او حاجه بي ام برضه وسياحه. وكان من 3 ايام بالظبط عنده احمد سمير فرج، وانا ما اعرفش كل ده بقول لكم، وعنده عربيه جيب شروكي رمادي او فراني احمد سمير فرج، وجاله بعديها قبليها كمان احمد الجمل وعنده عربيه اودي، وقعدوا معاه. عبد الله السعيد كان قافل موبايلاته وبيروح جيم اسمه جولدن جيم في مصر الجديده مع ابن اخت الحاج محمد عبد الوهاب. وعبد الله السعيد كان ماضي عقد نيه من فتره كبيره مع النادي الاهلي لمده 4 سنين، ويقال انه واخد فلوس، بجانب ان احمد سويلم اللي هو يقال ان هو كان بيشتغل في الزمالك او زملكاوي، ولكن هو مسؤول عن التعاقدات في شركه اتصالات. وانتوا عارفين الشركه دي خدت تقريبا خلاص في طريقها، او خدت في مشاكل ما بينها وبين فودافون، خدت حقوق الفانيلا واسم الفانيلا بتاعت النادي الاهلي. فمعظم لعيبه الاهلي الكبار، بركات، ابو تريكه، ما اعرفش الجمعه، كلهم ماضيين مع فودافون، وجوزيه مضى مع فودافون، وفي خناقه ما بين فودافون واتصالات، والخناقه دي من زمان. فهو لحق راح مضى مع عبد الله السعيد مده سنه اعلانات لشركه اتصالات يقال لا بمليون لا بمليون ونص، وده عشان خاطر هو هيجي الاهلي، والامضه دي من فتره، من شهر، وخلاص الموضوع متثبت ان عبد الله رايح النادي الاهلي. وهي دي القصه الحقيقيه، وده اللي حصل الفتره اللي فاتت. هل ده بقى كان مدبر من وكيل اللاعبين؟ هل الحاج محمد عواب خده وقفل موبايلاته؟ وانا بقول لكم فيلم هندي وفيلم عربي ما بيحصلش غير عندنا. وفي النهايه هي دي القصه، الراجل ماضي والراجل واخد فلوس، الراجل عمل مضى مع شركه اتصالات بمبلغ مع احمد سويلم، والراجل قاعد عند صاحبه، شقه صاحب الحاج محمد عبد الوهاب، واللي في شغل ما بينه وما بين الحاج محمد عبد الوهاب، وعربيته الجديده كانت مركونه في المعرض ولسه واخدها وهي سياحه، ومين كان بيعدي عليه وبيروح الجيم فين. دي كانت قصه اللي فاتت. وفي النهايه الموضوع الزمالك 7.5 7 علاء علي ما اعرفش ايه، تامر نحاس، والله انا شايف يعني اللي يدفع اكتر مصلحه الاسماعيلي، اهم حاجه عندنا مصلحه الاسماعيلي اللي يدفع اكتر. طب بعد ما الزمالك دفع اكتر والمصري دافع زياده كمان، فلا ده عبد الله السعيد هو رغبته النادي الاهلي، طب نزود نص. طب هو ساب فلوسه ليه؟ انا قلت تامر نحاس، هو ساب فلوسه ليه؟ هو بيحب النادي الاهلي كده لو ليه فلوس يعني؟ قال لا هو بيحب الاسماعيلي عشان لا طبعا هو بيحب الاسماعيلي. طب ما كان مثلا الزمالك دافع 7.5 وعبد الله السعيد لو هو بيقول 910 هو ملوش 910 مثلا، ليه 910 يبقى هيسيب فلوسه كمان جنب ال7.5 بتوع الزمالك هيبقى 8.5. لكن هو بيسيب فلوسه ليه؟ لان الاهلي دافع 6 او 6.5، فما يسيب فلوسه يوصلها ل7 او 7.5 يبقى يقرب من الزمالك ويروح النادي الاهلي. وطبعا زي ما انتم عارفين اي لاعب بيروح النادي الاهلي بيبقى عنده عقد، وعنده عقد اعلانات، والراجل ضامن بصراحه انه فلوسه ياخدها من النادي الاهلي. هو من دماغه يقول لك يا عم لو رحت الزمالك
هيدوني ويطلع عيني زي لعيبه السنه اللي فاتت قعدوا 12 اشتكوا نادي الزمالك والامور مش مستقره في نادي الزمالك وانا عايز اروح النادي الاهلي. هي دي القصه. وفي النهايه يعني انا من وجهه نظري مش لازم فيلم عربي وفيلم هندي عشان ده يحصل. يعني في عروض واللاعب ليه رغبه، العرض الاعلى في حاله التساوي من وجهه نظري، في حاله التساوي بياخدوا رغبه اللاعب. طيب في حاله ان الزمالك بيدفع اكتر من الاهلي واللاعب مش عايز يروح، خلاص بيبقي على اللاعب، في اللاعب ما يقدرش يروح غصب عنه اي نادي، بيبقي عليه في النادي يكمل السنه يمشي ببلاش. لكن في نادي الاسماعيلي بيفكر جدية بقى 6.5 رغبه اللاعب هيبقى غصب عنه لازم يبيعه، لان هو محتاج فلوس عشان اللعيبه اللي موجوده وعشان كمان ايضا حسني عبد ربه. دي كانت قصه عبد الله السعيد.